حتى شي واحد، ولكن الحق اللي قالوا لك رب العالمين فينا هو والله تا غتخلص في الدنيا بالله. واقسم بالله تا ولاد اللي غديرهم مع واحده اخرى غيسمحوا فيك، حيت سمحتي في ولادك وكما تدين تدان. اللي سمح في ولادو غيسمحوا فيه ولادو، سواء كانوا مع امراه الاولى ولا مع المراه الثانيه. المهم الكاس اللي شربتي منه غتشرب منه، الكاس اللي شربتي منه غتشرب منه. وهذا ميساج لواحد المجموعه ديال الناس غافلين. شريف اخويا تصنت ليا مزيان، سمحتي في ولادك مع المراه الاولى غيسمحوا فيك ولادك مع المراه الثانيه. كما تدين تدان، قال رب العالمين، ما قلتش انا. عاد تسنى، كل سلف ودين. كيقول لك دابا يكبروا يعرفوني، غيعرفوك مالينوا، غيعرفوك اب غير صالح. وحيت الدين ديالنا جميل وصل الابن على انه يكون بار ببواه. راه هنا فين كاين، حيتاش خليتيهم مع ام صالحه علمتهم التربيه والاداب، والمنتوج هو ديك النتيجه. وخا سمحتي فيهم حتى هما ما غيسمحوش فيك. علاش؟ حيت كبروا مع امراه كتخاف الله سبحانه وتعالى. راه هنا فين كاينه الحكمه. راه ملي كتكون ام رحيمه بولادها ومربيهم تربيه حسنه، راه يقدوا ما يسمحوش فيك ويرجعوا يسولوا على باهم ويخافوا الله فيك. يا شتي علي طلق ولا حاسب راسو زعما راه واعر. طلقتي غتبقى تا امك تدفنها صافي، سالينا ما مسالينش لك حنا. تصنتوا ليا انا اليوم قررت انني نضيق الخناق على الرجل المطلق اللي عاناته المراه المطلقه في هاد السنين كامله اللي دازت. غيشرب من الكاس الذكور اللي حسوها بانها مطلقه مهمشه. اليوم اخذت قرار، والفيديوهات ديالي واللايفات ديالي غيكونوا موجهين الرجل المطلق اللي سمح في وحده، فهمتي؟ وغنعطيه الصلاحيه في انه يتزوج بالمطلقه ولا الارمله، والذي لا رب سواه. المعاناه اللي عانتها المطلقه على مر السنين قبل من كمال الباشا تا غتخلصها هي الرجل المطلق. المالينوا يبقى حدا مو طرف ديال اللحم خانز ما عندنا ما نديرو به، يمشي عند وحده مطلقه ولا يمشي عند ارمله. سالات القصه. سمحتي في وحده وخليتيها تبان لواحد عندها تجارب، حتى غتطلق وغتاخذ وحده عندها تجارب. معادله كمال الباشا اللي غيامنوا بها بناتهم وغيطبقوها، والذي لا رب سواه. كنقول لك ونعاود لك وديع واشر، الا غتسمح فيها وغادي تعطيها عنوان انها مرت من تجربه، غتاخذ حتى وحده ماره من تجربه. وسالات قصه هنا، ويا غتبعوني نتوما يا غنخليهم ياكلوكم. اللي قلتها لكم غديروها، بغيتو ولا ما بغيتوش اللي قلتها لكم غديروها. الرجل المطلق ما تاخذوش وحده باديه في الحياه ديالها، الله يرضي عليك. ثاني حاجه، الزوج اللي باغي يديرك الثانيه، انت غتدخلي لاعبه الميطه الثانيه، يعني يا تعيشي مكرمه معززه بالصداق وبالعرس وباي حاجه كتمناها المراه، يا تبقاي وتخليه مع الاولى اللي تنازلت وسمح فيها. سمعتوني ما سمعتونيش؟ هادو قرارات اليوم خدتهم واليوم قلتهم، وانتم غتطبقوهم. غتطبقوهم ولا ما غتطبقوهمش؟ الرجل المطلق شكون اللي ياخذ في التعاليق؟ شكون اللي غياخذ الرجل المطلق؟ شكون؟ جاوبوني في التعاليق، جاوبوني، بغيت نشوف التعاليق. شكون؟ مطلقه ولا ارمله؟
وحده باديه في الحياه ديالها تبدا مع واحد يلا بادي، سالت القصه. الزوجه الثانيه الصداق خاصو يكون، والدار السكن خاصو يكون، وتعيشي معززه مكرمه، ما تعاني ما تفقسي ما تجهلي. اللي جهلت وسمحت راه تزوج عليها. سالات. هادو جوج الانواع ديال الرجاله غادي نسدوا لهم القوس، فهمتي؟ وبنت بلادي غتهز الراس ديالها. الرجل المطلق الزباله قولوها، الرجل المطلق وخصوصا اللي كان عنده الاولاد. حنا هذاك الصبر اللي صبراتو المراه على قبل ولادها خاص حتى الراجل يصبروا، حتى الراجل يصبروا. هي سمحات وتنازلات على قبل ولادها وقالت غنبقاو ما نشتتش الشمل، حتى مفروض عليك تبقاو تنازل وتسمح وما تشتتش الشمل. الا شتتي الشمل غتمشي تهز مسؤوليه اكبر من المسؤوليه اللي كانت عندك. وهذه خطه كمال الباشا، غيمشي ياخذ وحده مطلقه عند الولاد ولا ياخذ ارمله يصرف على ولادها. المهم المسؤوليه فيه وفيه. اشنو غيختار؟ غيقول اللهم اللي فينا وعلينا وعلاش غنسمحوا في ديالنا والوقت كتبدل وانما هو. وتبعوني الا ما ربحتوش، الا ما ربحتوش رجموني، الا ما نديروا لهم حد الا ما ندير لهم حد. ولكن خاصكم تتبعوني، خاصكم تتبعوني انا مزيان وقت تبعوني. والله تيبغي يطلق تيشوفها من جميع الجوانب يلقاه راسو خاسر فيها ويجلس. قلتوا لي قلت لكم خطه على انكم تخليوا ولادكم مع الراجل اللي باغي يطلق تينصفكم القضاء وتوقفوا على جيكم. قلتوا يا بابا ما قديناش يا بابا وما نسمحوش في ولادنا. لا انا التمست لكم عذر وقلت لكم لا يرضي عليكم. الرجل المطلق ياخذ وحده مطلقه عند الولاد ولا ارمله صافي يدخل على المسؤوليه. اش غيدير؟ الا تتفقتي والاخرى اتفقت، راجل ملي يبغي يطلق غيعرف على ان هذيك اللي باديه في حياتها ما غتاخذوش وما مستعداش وما غتنازلش وحتى ما فكش الخير. غيعرف انه غياخذ ارمله ولا مطلقه، يعني الهم مسؤوليه صرف والله ما نبقى مع مرتي. وقولوا يحيى الباشا خطه واعره. شوفوا تصنتوا لي راه تقدوا ما تبقاوش تشوفوني. تصنتوا لي راه انا فيا واحد فهمتي النعاس نفيق. نكره التيك توك مابقاش نجي عندكم، نقد النعاس نفيق نقول هاد الشيء صافي فهمتي. حيت انا هكا في حياتي كنكون غادي حتى فهمتي مادام باقي عندي الحب في هاد الشيء انا باقي كنديرو. نهار ما مبقاش عندي فيه الرغبه ما غتبقاوش تشوفون وغتقولوا داك السيد افتقدناه. هاودني منك اللي باديه في حياتها. شحال من مره قلتها، شو البومه زي في حياتي اللي مصاحبه معاه البومه. الريحه واعره عزيزه عليا الريحان. كنبغي الرشه كنخاف تسالي فهمتي. انا صافي كنكتفي ان ندير لها صافي ونرجعها بلاصتها. واش سمعتوني ما سمعتونيش؟ نعاود نقولها نادا بيلا، نعاود نقولها. عطاوني تكبيس وبارطاج باش مابقاش على راسي باش نبقى راه. نعاود نقولها. اشنو قلنا اليوم؟ دابا هي في حياتها ما تزوجش بيه، تزوج بيه مطلقه ولا ارمله صافي. النتيجه من هادشي شنو هو؟ كمال الباشا نمبر 1. النتيجه ديالو شنو هو؟ بس تصنتوا ليا. النتيجه على ان الراجل المطلق غيولي يفكر بزاف الامور قبل ما يطلق. اولها ان المسؤوليه غتبقى تابعه، يعني هو غيسمح في وحده بولادها. المجتمع كيقول على انه هو غير صالح لوحده باديه في حياتها. وكمال الباشا يعني شكون بقى لي؟ بقات لي الارمله والمطلقه. الارمله عندها الاولاد والمطلقه عندها الاولاد، ولا ما كانش عندها الاولاد
مره من تجربه. اش غيدير؟ اش غيختار؟ غيختار على انه يبقى مع وليداته. وقولوا برافو كمال باشا، كتبوا لي في التعليق. واش خطه واعره؟ واش خطه واعره ولا ما واعراش؟ صافي. حموده قال لي راعي يا صاحبي، حموده الا طلقتي هذه اللي معاك غتاخذ وحده مطلقه ولا ارمله. جلس حط خراكتك وجلس، سمعتيني؟ حط خراكتك وجلس مع هذه اللي معاك. ولا مشيتي تسمعتي فيها غتاخذ وحده مره من تجارب، يعني كانت مع واحد اخر اللي باديه في الحياه ما غتاخذش واحد مطلقه. حموده سمعتيني؟ يعني هذاك الشيء اللي تبغي على بنت الناس خاصو تبغي عليك حتى لا يرضي عليك. وجمع معايا كوري عينك هنا، فهمتيني؟ وجلس الشريف، جلس راه كمال الباشا هذا. قالوا لي ترش الريحه نجيبوا لك 10 ينعاد جدك. ناري جاني ميساج في الواتساب قالت لي دف كنجيب لك 60. قالت لي الريحه لما كانت جايه من عندي انا لاش انت دير ليها ويلي 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 قفرتها. صافي. واش متفقين معايا ولا متفقينش معايا؟ متفقين لا جاوبوني واش متفقين معايا؟ لا متفقين. اش قلت؟ غينساو الدرس وانا داخل على واحد المعركه، فهمتي؟ غادي بواحد استراتيجيه ما تنساوش لي الدروس. الدرس الاول هو هذا: الرجل المطلق الزباله. صافي. حنا ما عندناش راجل اللي يسمح في بنت بلادنا. ياك حنا بنت بلادنا عنوان الاداب والاحترام والتقدير. شكون هذا اللي قد ما يقولهاش؟ شكون اللي قد يقول على ان المراه المغربيه العنوان ديالها انها الشرف وانها الاحترام والتقدير؟ شكون اللي قد يقول؟ يبان ليا ما يبات ما يصبح. المراه المغربيه المراه الفحله اللي كيتمناها اي رجل في العالم ياك. وهذا عنوان ديال بنت بلادي. واللي غيسمح في بنت بلادي ولا غيضر بنت بلادي ولا غيشرف بنت بلادي ليس منا. صافي. هذا هو العنوان ديالنا. اللي غيمرض بنت بلادي ويهمشها ويخليها تعاني ما بغيناش اخويا، لا ما بغيناش. شوف مع كمال الباشا لا بغى يدوزو معنا يدوزو. كمال الباشا قال لك لا كمال الباشا قال لك هذا الراجل ما يدوزش. شوف مع بابانا اخويا، بابانا راه هو كيدير الله يما العشرة. شوف معاه، هو قال لنا حنا كنطبقوا اللي كيقول لنا. ليس منا. كتبوا ليس منا باش يشوفوها باش يتخلعوا. كتبوها حيت هما حاضيني. حموده تصنت. ليس منا. تسمح في مرتك ليس منا. تسمح في امك ليس منا. صافي. الراجل اللي كيسمح في امه وفي مرتهم ليس منا. اسمح ليا، انت تخلقتي للدنيا على قبل دور انك تكون مرضي لامك ورحيم في مرتك. دير الدور ديالك ولا انت ليس منا. كتبوا ليس منا. كتبوا لي باش يشوفها. ليس منا. كتبوا ليس منا. كتبوا ليس منا. كتبوا كمال باشا. شتي؟ ليس منا. جيش كمال باشا ليس منا. قوم لي كيفاش بغيت نستشر معكم في واحد القضيه.